الجو حر مع الصيام وفرهضة، والواحد اصلا مش قادر يطلع صوته. فاكيد مش محتاجين الا ايس كريم. بمكونين بس سهلين هنعمل احلى ايس كريم في البيت على طريقة الشيف فاطمة. عندي 750 جرام من المانجا و650 جرام من الموز. هغسلهم وهقشرهم وهبدأ ان انا اقطعهم مكعبات. لو عندك المانجا مش ماسكة نفسها انها تتقطع قطع، تقدري ان انت تبشريها بالمبشرة. سهلة برضو وبسيطة عشان نقدر ان احنا نطلع كل اللي فيها واللي في القشر واللي في البذر. قطعها مكعبات صغيرة بحيث ان احنا نعرف نضربها في الكبة وتبقى سهلة معانا. هيعجبكم قوي بجد وهيعجب الولاد، والطعم لذيذ جدا وطبيعي قوي قوي قوي. لازم تجربوه. انا خلاص قطعت المانجا كلها، حطيتها في طبق وعينها في الفريزر. هبدأ ان انا اقطع الموز برضو وعينه في طبق، واحطه في طبق وعينه في الفريزر لحد ما يجمدوا خالص. يعني مش يسقعوا بس، لا يبقوا متلجين، تقدر تسيبيهم من بالليل للصبح. على الفريزر. هنا بقى تاني يوم بعد ما جمد ال- الموز والمانجا جامدين خالص اهو. عندي نص كوباية من السكر ونص كوباية من الكريم شانتيه، حوالي 75 جرام من كل حاجة. انا وزنتهم قبل ما استخدمهم عشان لما تيجي تشتري الباكيتات تقدري ان انت تحددي انت عايزة ايه لو ما جبتيش بالسايب من عند العطار. حطيت السكر والكريم شانتيه وحطيت معاهم الموز، وهستخدم هنا معايا السائل اللي هيخليه ان هم ينضربوا طبعا، وعشان الكريم شانتيه يبدأ ان هو يتماسك. الحليب هستخدم 3/4 كوباية من الحليب. لازم نعمل نبهدل الدنيا. بس هبدأ اضربهم بالكبة. افضل اضرب فيهم لحد ما القوام بتاعهم يتماسك ويتقل. انت هتحسي بيه وانت بتضربي وهتشوفيه. شايفة هنا القوام بدأ يتقل ازاي. هضرب فيه شوية كمان، عايزاه يبقى اتقل من كده. طبعا لو الكبة بتاعتك كبيرة هتقدري ان انت تضربي اكتر كمان، هتاخدي راحتك فيها يعني. بس كتر خيرها بتاعتي يعني، تشكر. شايفين القوام بتاعها نازل ازاي؟ تحفة، وريحة الموز طالعة تجنن. انا بحب الموز، واكيد ايس كريم الموز هيبقى طعمه مميز جدا وريحته مميزة. بس هغطيه بقى في العلبة وهعينه في الفريزر، وفي نفس الكب هعمل مقدار تاني بس من المانجا. برضو نص كوباية من السكر البودرة ونص كوباية من الكريم شانتيه، وهحط عليهم بقى المانجا. بس المانجا بتاعتي هنا كانت طبعا اكتر من الكبة، فان انا عملتها على مرتين عشان الكبة تقدر انها تلفهم. وحطيت عليهم برضو 3/4 كوباية من الحليب. جميل وطبيعي في البيت ومضمون ان انت تعمليه، وتقدري تستخدميه طبعا بقى في اي حاجة تانية. تقدري تحطيه على الرز بلبن، كيكة ايس كريم، تعملي بيه اي حاجة انت عايزة تعمليها. ضمناه وانت عاملاه بايدك ومكوناته سهلة، وهيعمل معاكي كمية، وهتوفري جدا من ان انت تشتريه من بره. هنا اول ما ضربوا شويه رحت حاطه شويه من المانجا اللي باقيين، بس في الاخر الصراحه رحت شايلاهم وبدات اضرب تاني لان المانجا زادت معايا اكتر لانها كانت اكتر من الموز. وحطيت هنا حته كده على المعلقه لون برتقالي علشان يدي لون للمانجا حلو كده زي اللي بنجيبها من بره. بس خلاص، هنا شايفه المانجا بقى، هنا المانجا تقلت ازاي. لو انت حابه القوام يبقى تقيل معاكي كده يبقى استخدمي 750. لو انت حاباه يبقى سايل شويه زي الموز استخدمي 650 جرام من الفاكهه اللي هتستخدميها. ممكن تعمليها بالفراوله وممكن تعمليها بالكيوي. تفتكروا لو عملنا ايس كريم بالتفاح هيطلع طعمه ايه؟ ما جربتوش قبل كده. هنتهم في الفريزر بقى، وبعد حوالي 3 ساعات ونص كده طلعتهم. بعد الفطار، انا كنت عاملاهم قبل الفطار بساعتين، بعد الفطار بقى بساعه كده بدات ان انا اطلعه. لو عندك المعلقه بتاع الايس كريم تشتغلي بيها تمام، تعملوا لك بقى زي بتاع بره كور كده، بس المعلقه برضو ما اعترضتش وطلعته برضو كور جميله.
زينيه بقى، عندك كراميل، عندك شوكولاتة، قطع شوكولاتة، مكسرات، زبيب وجوز الهند، اللي يعجبك. سادة كده بس بيبقى جميل. صوص فراولة خطيرة، والمانجا فيها قطع ما اتضربتش فيها جامد، بس مديها طعم جميل. يجي في بقك كده قطعة مانجا كده وانتي بتاكلي، جميلة جدا. زينته هنا بالكراميل بقى وحطيت صوص شوكولاتة، وكان عندي شوكولاتة كده رحت مقطعة عليها. الطعم بجد جميل جدا، والقوام بتاعه جميل، لازم تجربوه. تحفة. وبالهنا والشفا.